غشنا فليس منا. انظر كيف الإسلام حافظ على حقوقنا وكيف يحافظ على حقوق بعضنا البعض، لكن بسبب الجهل والتعبئة الخاطئة والفكر الذي يزرع من قبل أعدائنا فأصبحنا كل ينتظر الفرصة لينتقم ليفترس ليلتهم. فلا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى التناصح وما أحوجنا بالرجوع إلى دين الله الحنيف الذي تعبدنا الله به. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أشار بالسلاح إلى أخيه فليس منا. بل أمر الرجل إذا دخل السوق أن يمسك على نصل سلاحه، لا يكون السيف خارج الغمد ولا يؤذي به مسلما. فيا أيها الناس، هذا القتل والاقتتال في بلدنا وفي بلدان كثيرة من بلاد المسلمين إنما هي مكيدة خطط لها الأعداء ومشى بخطط مدروسة، وهناك من كان مغفلا فاستجاب للأعداء حتى أوصلوا بأمتنا إلى تدمير البلدان وإلى إضعاف الاقتصاد وإلى قتل الأبرياء وإلى إهدار الدم. فكم من قتيل منا، كم من قتيل منا، لا إله إلا الله. أما كفاكم يا أهل اليمن قتلا لبعضكم البعض؟ أما كفانا قتل؟ أما كفانا تدمير وتشريد؟ أما آن لنا أن نعقل وأن يكف بعضنا عن بعض ونتصافح بالأيدي وتتحاب القلوب وتتصاف للأعداء من يهود ونصارى؟ أما آن لنا أن نعود إلى رشدنا يا معشر الولاة وأهل القرار ومشايخ القبائل؟ أقبلوا على شأن البلاد، عسى أن يذكركم الله بخير ويذكر التاريخ لكم خيرا. لا ينبغي أن نقبل للحروب والتدمير، وكذلك تجويع المسلمين وحصارهم في معايشهم في طرقاتهم في حياتهم. فاتقوا الله. وأذكر كل مسؤول من ملوك العرب ورؤسائها وأمرائها وقادتها ووزرائها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فوالله الذي لا إله إلا هو إن لكم يا معشر الولاة يا معشر الحكام موقفا بين يدي الله. فستسألون عن القتيل والقاتل، وستسألون عن المشرد، وستسألون عن الأرملة وعن اليتيم وعن المفقود وعن الجريح. لا تظنون أن مسألة انتهت وأن في الدنيا فزت بقانون أو بماذا بشيء خرجت من العقوبة. لا والله، فربنا يقول في كتابه الكريم: وقفوا